به من أحد إلا بإذن الله، وأن هذا الشيطان سواء جاء عن طريق سحر أسود كما يقولون أو حسد، أن هذا الشيطان الله وصفه بأنه ضعيف وما خاف من ذلك، وقال هذا الأمر مقدر عليه، سيبقى الشيطان ضعيف. ومتى ما خاف الإنسان من السحر أو من الحسد ونسب الشفاء إلى الراقي تجبر السحر عليه وتعاظم الشيطان عليه. فأنت عالج نفسك باستصغار هذا الضعيف، لأن الله تعالى أنزل القرآن الذي لا يستطيع الجبال تحتمله، ووضح لنا عظمة هذا الكتاب الكريم، وفي المقابل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فصاحب التوحيد، صاحب التوحيد الشيطان أضعف عنده من الذباب، والذي يخاف والذي لا يوجد في قلبه توحيد يخوفون الحيوانات ليس الشياطين فقط. ليس الخوف الجبلي، إنما الخوف مؤمن يأخذ يا أخي أنا قدر الله علي كيف سأموت وقدر الله علي كيف سأحيا، أخاف من ماذا؟ من ماذا أخاف؟ يؤمن بالقدر. قدر الله ما شاء فعل، من أركان الإيمان إذا ما آمنت بالقدر لست بمؤمن. فأنا لا أخشى الشيطان، وما أذهب عند الراقي إلا للضرورة، والراقي إذا ذهبت إليه أعلم أنه بشر مثلي ومثل، إنما يقرأ عليه كتاب الله، وإن التأثير في كتاب الله لا في كلام الراقي. ولو أن الإنسان قرأ سورة الفاتحة بقلبه وتعبدا لجعل الله له فيها الشفاء. يعني أنت لا تقرأ القرآن كما تقرأ الجريدة، لما تأتي تقول الحمد لله رب العالمين رب الأولين والآخرين تستشعر هذه المعاني. الرحمن الرحيم رحمة عامة وخاصة، والمؤمن يدخل في الرحمتين. مالك يوم الدين، وفي رواية ملك يوم الدين، أي ملك الأولين والآخرين والوحوش والجن والشياطين هو الله. إياك نعبد يا رب لا أعبد إلا أنت، لا أعبد إلا أنت، وإياك نستعين لا أستعين إلا بك، إذا غيري يا الله استعان بالضعيف بعيسى بعلي بمحمد بجعفر بالشياطين، أنا لا أستعين إلا بك، إن تركتني من يعينني. اهدنا الصراط المستقيم. إذا قرأت الفاتحة بهذه المعاني بهذا التدبر والله سيضعف أمامك الشيطان وسيخمس. لكن إذا قلت أنك ضعيف عند الشيطان سيتقوى عليك. فاحذر، ارقي نفسك دائما. إذا شعرت بضيق شعرت بهم ضع يدك على مكان الضيق واقرأ الفاتحة. وإذا مرضت فهو يشفين، واقرأ أمن يجيب المضطر إذا دعاه، واقرأ قوله تعالى اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ المعوذات، قل أعوذ برب الناس. ما معنى أعوذ؟ أي ألتجئ. لما تتأمل سورة الناس قل أعوذ برب الناس، أي ألتجئ إليك يا رب الناس، لا ألتجئ إلى قبة ولا إلى ضريح، ولا ألتجئ إليك رب الناس. أتى مرة زائر يقول لي نحن نبني القباب لأن هؤلاء أولياء وكذا وكذا، فسألت سؤال، طيب لو كنت داخل القبة، داخل المكان اللي فيه قبة، وحصل زلزال، تبقى في المكان ولا تهرب؟ يهرب. قال موت. قلت طيب مو صاحب القبة عندك إنه قطب وإنه يحميك وإنه كذا؟ قال بس ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قلت لا إله إلا الله، تخاف على جسدك البالي الذي ستموت، ولا تخاف على عقيدتك. فهمت؟ فالذي لم يؤمنك من حجارة لن يؤمنك يوم العرض الأكبر يوم القيامة، ولن يحميك. فهمت؟ ليحذر يا أخي. لا، أنا لا أدعو قبة ولا أدعو قبر، ولا إنما أنا موحد. لذلك تقول قل أعوذ برب الناس، أي أعوذ ألتجئ إليك يا رب الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أتاك ألم ضع يدك على مكان الألم واقرأ المعوذات، واقرأ سورة الفاتحة وكررها، واقرأ وإذا مرضت فهو يشفين، واقرأ إذا قلبك يرجف وشعرت بخوف بألم قل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ستطمئن، لكن لما تقرأ بيقين مو تجرب. كتاب الله شافي بيقين أن الله سيشفيك، وكما يقول النبي زمزم لما شرب له، لما تشرب زمزم بيقين أن الله يجعل فيه الشفاء وتدعو. هذا هو التوحيد وهذا هو الدين. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك. حياك الله وبياك.